سلاف جبوة منتدى دوسلدورف الثقافي يرحب بكم وفي هذه الفعالية التي ننظمها والتي أنظمها أنا وفق برنامج معرفيات ومعرفيين وباللغة الكردية زانيار. هذه المرة فعاليتنا ستكون بشكل مميز، وسنحاول في هذا النشاط أن نستمع إلى أصوات لم يتم إيلاؤها الاهتمام الكامل، وفي هذه الأمسية نحاول أن نستمر في رسالتنا الثقافية لتحقيق الأفضل. نافندامي روشنبيري بنامه خواهی روشنبیری بردوام دکه ایرو میوان ماوی دو هلبسوان جنبن، یک جی ناوی هند فالکو جی مغربیه و آدن نزهت سیدو هلبسوان کرد جی باجار عمودی رجاوای کردستانی. الشاعرة هند فالكو من المغرب، تجيد عدة لغات: الفرنسية، الإسبانية، الأمازيغية، إلى جانب لغتها الأم العربية. طبعا تجيد اللغة الإنجليزية أيضا، ولديها ديوان شعري مطبوع صدر حديثا باسم أوجاع مغتربة. أهنئها على صدور هذا الديوان وأدعوها للحضور، فلتتفضل مشكورة. في البداية، قبل أن تشرعي في قراءة بعض من قصائد هذا الديوان، متى بدأت في كتابة الشعر؟ حدثينا عن تلك البدايات. أول شيء السلام عليكم، وأشكركم على الحضور وأشكركم على الدعوة، وأشكر أستاذ دريبر على مجهوداته مع المنتدى دوسلدورف للثقافة والمثابرة في دائما تجهيز أو تنظيم ندوات مثل هذه ثقافية. والبداية يعني ككل واحد بداية بتجي هيك، يمكن صدفة، الواحد حتى ما يكونش مفكر إنه بيبتدي بشيء أو راح يتطور الأمر ليصير ديوان. بتكون هيك بدايات بيسجلها الواحد وبعدين يتطور الأمر، نظرا أكيد ظروف نفسية، تجارب اللي بتمثل الواحد بتخليه يبدأ بشكل ما، سواء شعر أو رواية أو كتاب أو فكر أو رسم أو هيك. كانت الأمور ما كانتش مترتبة، كانت صدفة. قيل إن أصعب أنواع الكتابة هي الشعر. هل تجدين الشعر من الصعوبة بمكان على أن يبدع الشاعر أو يبدع الإنسان القصائد؟ ولماذا قيل برأيك أن الشعر صعب ويعتبر من أصعب أنواع الكتابة؟ بالنسبة لك كهند فالكو، هل وجدت صعوبة في كتابة الشعر؟ هل أنت من النوع الذي يكتب دائما؟ بالنسبة للشطر الأول من السؤال، صراحة أقدر أقول إنه إذا الإنسان كانت عنده موهبة هيك موجودة حاضرة، لن يجد صعوبة في ذلك. بتكون صراحة الشعر بيكون كتلقي مش كصناعة، وإذا الإنسان تلقى يجي شيء جاها هيك رسالة أو إلهام أو شيء، مش راح يجد صعوبة فيه. بالنسبة أعتقد كأي إبداع، مش بس الشعر، لأنه عنده قوانين خاصة وشروط خاصة لازم الالتزام بها، بس كمثلا الرواية أو شيء مثلا نفس الشيء عندها كمان قوانين الالتزامات لازم الواحد يلتزم فيها. بس أعتقد إذا كنت موجودة الموهبة قوية بشكل ما، مش حيكون في صعوبة. هيك رأيي. بالنسبة للأكتب دائما، مش دائما
الكتابة بدها شوية تركيز، شوية عزلة هيك عشان الواحد يستمع لنفسه، لخلده، ليستمع للكلمات عشان تطلع كإبداع. هذا هو يعني مش بكتر، يعني كتابات ثقيلة شوي. نعم. أنا أحب أن تحدثينا عن كتاب الأوجاع مغتربة. محتوى هذا الكتاب ولماذا اخترت هذا الاسم بالتحديد؟ هو يمكن مش كل القصائد اللي موجودة هون إلها علاقة بالغربة أو بالأوجاع، أكيد، لأن غالبا الأوجاع الحياة هي اللي بتكون مصدرها الإبداع شو ما كان شكله. الأوجاع الواحد أو تجاربه الخاصة بيشكلها على غير شكل وتطلع على شكل إبداع. زي ما قلت مش يمكن كل القصائد لها علاقة بالغربة، بس شفت كان صراحة كان عنوان مؤقت، بس شاءت الأقدار إنه هو يحتل محل العنوان، على اعتبار إنه الغربة إحنا عايشين فيها، وعلى اعتبار إن الأوجاع دائما موجودة في الحياة، وأكيد دائما تأخذ جزء شوية من القصيدة. أيهما كان الأسبق إليك؟ الفن التشكيلي أم الشعر؟ نقدر نقول كانوا متلازمين في نفس الوقت. لهما علاقة؟ لا أرى ذلك. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي يتم تعبير عن ما يعتري الإنسان بالألوان. نعم. أما الشعر فبالكلمات. يعني إذا ثمة علاقة بين الفنين. يعني في ناس كثير عندها تعدد المواهب. نعم. يمكن بيعبر على نفس الحالة النفسية، يا إما على شكل لوحة أو على شكل قصيدة أو على شكل رواية. ممكن هو نفسه يقول إنه هالإبداعين لهم علاقة، ويمكن ما يكونش لهم علاقة، يكون إحساس مختلف تماما، حالة نفسية مختلفة تماما بيعبر عليها بشكل مختلف، بس دائما أكيد في علاقة بإحساسه وبتجربته وبحالته النفسية اللي بيعيشها في هذيك اللحظة اللي يتم خلق هذا الإبداع. هل تستعينين بأوجاع الآخرين للتعبير عنهم أم تستعينين بما في داخلك؟ بما يعني هل التجارب التي نعيشها نحن كأفراد، هل كتاباتنا تعبير عن تلك التجارب أم ليست بالضرورة؟ قد يكون هناك تمثيل فني. لا أكيد لأنه مش بحكي على حالي بس أو تجاربي الخاصة، في مواضيع كثيرة بتمس كل الناس، ويمكن كل واحد يقرأ قصيدة حتى لو كانت خاصة لتجربتي ممكن يلاقي فيها حاله. يعني مش إشي اللي غريب عن الواقع، بالعكس، مثل ما قالت صديقتي من شوي إنه أي قصيدة سألتها رأيك شو قالت لي أي قصيدة بقراها بلاقي فيها حالي، أو بلاقي فيها حدا من معارفي عاشتها، أو يعني تجارب واقعية ممكن تمس كل الناس. الآن تفضلي وأسمعينا ما تحبين من هذا الديوان. شكرا. خير هاتن هواي نرمند عمران عزيز ونرمند هجاخ داود خليل. دائما أفضل الافتتاح بفنجان قهوة عشان ما عزمتونا على فنجان. صوت شوي والله ما أصير فنجان قهوة من هذيك. صوت شوي. ارفعي الصوت قوية. أوكي بحاول. أنا هيك كمان سمعت اللي فيني مو في بس عشان أسمع. فنجان قهوة وناي وقصيدة، فلتذهب مر الذكريات إلى جحيم الماضي والدهاليز البعيدة. مر القهوة صار عسلا، أنين الناي أضحى نسيما، وقصيدة الهجاء عندي إكسير الحياة وقود الأماني المتمردة العنيدة. لا حاجة لي بمنجم يقرأ فنجاني، فسحر فنجان القهوة يقهر سحر العرافات، يبدل الأقدار التائهة إلى مراسم سعيدة، يزيل الشوك من طريق مخيلتي، يمنحني جناحي الصقر وعيني زرقاء يمامة وبصيرة سديدة. فنجان القهوة عندكم أسود وعندي ببياض لا متناه ممتد إلى حدود الخيال،
حر كفرس متوحش لم يجد له بعد فارسا خيال، كبحر عميق تنوره أمواج عاتية شديدة. فنجان القهوة عندي صديق ناصح صدوق وفي واضح لبق، قاسي الكلمات كالرمح لا يخطئ هدفا، صريح الشك في أغوار مكيدة. فنجان القهوة يا سادة فن ورقي وعبادة، مذاق اللحظ به حلو، كلا أنا لا أضع السكر، قساوة مره عسل، ها هي ذي به تظهر، وإن عانقت الحنين به تاه بك طيف الصور. شكرا. أحب أن أسألك سؤالا، من هم الكتاب أو الروائيين أو الشعراء أو الذين يشتغلون في حقول الإبداع، من الذين أحببتهم وكانوا بالنسبة لك أساسا وحالة لإخراج هذه الموهبة الشعرية في داخلك؟ أكيد كلنا مثلا متأثرين بالشعر الجاهلي اللي كان فيه المعاني القوية والكلمات القوية والتعابير القوية، هو اللي أصلا خلق فينا حب الشعر. هذا كأول بالنسبة خطوة. لك يعني بالنسبة لي هذا أول شيء. أكيد مع تطور الزمن، تطور الثقافات، صرنا شوية على خفيف، على شعر حر، على الواحد كمان بيتأقلم مع الجديد، ما بنضلش متأثرين مثلا فقط بالشعر العمودي الجاهلي. كمان تأثرنا بنزار محمود درويش، بالكتابات الحديثة، يعني هيك. كونك تجيدين أكثر من لغة، الإنجليزية الفرنسية، للكتابات بغير العربية أو الكتب الغير العربية، كان لها أثر في تكوين الشاعرة هند؟ مش هقدر أنكر، لأن في الأول أنا كان اتجاهي كله، حتى الكتب اللي كنت بطلعها كان فرنسية وفرنسية فقط. عندك كتابات باللغة الفرنسية؟ حاولت أول محاولة كان عندي 17 سنة صراحة، حتى ما احتفظتش عليها. نعم. أول محاولة جات هيك وما قدرتش أنام إلا لما خلصت هذه الكلمة. بس ما احتفظتش بالقصيدة، وكانت بالفرنسية، ما اهتميتش بالموضوع، قلت يمكن هي نزوة وريحك عدت، أنا نفسي ما اعطيتش اهتمام بالموضوع. أكيد هذيك الساعة كان فيكتور هيغو، كان لافونتين، كان كتاب كتار بس غربي. بعدين حتى التحول مش هقدر أشرح ليش كان تحول للغة العربية أو للشعر العربي، يعني ما فيش حدث هيك محدد أقول لك لذلك صار هذا التحول. هيك حب اللغة، اقتناع بأن العربية هي أجمل لغة، اقتناع بأن العربية هي المستقبل، اقتناع بأن العربية ما في أجمل منها باختصار، وصار هالتحول هيك. وصراحة فرحانة به وأفتخر به. شو بدك تسمعينا هلا قصيدة قبل ما نفتح المجال للمداخلين؟ في قصيدة تجسد الحوار الشبه مستمر اللي يكون بين النساء والرجال، الحرب الأهلية المستدامة اللي كل واحد بيحمل الثاني المسؤولية في أحداث أو التغيرات أو المشاكل. أو أنا حاولت محاولة بسيطة إني أرد أو أطرح هذا الموضوع. العنوان: وأين هي؟ أين هي الأنوثة التي ورثت؟ وماذا أخذت من أمك؟ لماذا بلت؟ ألم يكن عليك أن تضلي حيث وقفت هي، ولا تخلي بالأفكار والقوانين والعرف الأجل؟ لما فقدت خدودك حمرتها عند الخجل؟ لما صرت متمردة عند الملل؟ ولما لم تخضعي هادئة تحت ظل رجل؟ أنا فعلا كما قلت، وصارت ألواني كما وصفت، ضاع مني لون البراءة، ضاعت مني رائحة الخضوع، لأني نافستك في الهم والحرب والجوع، حملت معك الجرحى والأموات وضعناهم على طريق لا رجوع، تحاورنا تقريبا في كل موضوع، في الشعر والموسيقى، في الرياضة، في السياسة، وتحدثنا عن كل الحمقى. سافرت معك إلى كل الربوع ولم أمل، وحملت حقائبي على ظهري ولم أكل، حملت امتدادك في بطني ولم أخجل،
أبعد لم تر أني أشبهك؟ لا تلمني إذا تكسر ظهري، قد حملت عليه أكثر من قدري. لا تلمني إذا شحب وجهي، أنت من عرضني لألوان القدر. ألم تنادي بحريتي حتى لا تبقى وحدك؟ ألم تنهك قوتي لتبرر ضعفك؟ ألم تعد برعايتي وخلفت وعدك؟ ألم نسر في الدرب معا وغيرت هدفك؟ الحر حتى إن لم يعد وعد، وأنت عاهدت وأخلفت الوعد. ألم يكن من الأجدر أن تبتعد؟ سألتك بألسنة عدة من تكون فما أجبت. استحلفتك بادعاءاتك ألا تخون فخنت. فاطمة الزهراء والبتول وماريا، وما دفنت من الأسرار تحت الإسمنت. لم أطلب منك غير الوفاء الذي فقدت، لم أطمح إلا في القوامة التي منحت، لم أنتظر إلا الأمل الذي صنعت. ألم يكن أجدر بك أن ترعاني بالرجولة التي ورثت؟ أجبني إذا إن استطعت. هاي ذكرتني بقصيدة أنا هلا عم بكتبها، من كيد الرجال وليست المرأة، من الرجال. ليش مو من كيد النساء؟ لا أبدا، النساء. كتبت شيء في الفيسبوك على هالموضوع؟ نعم أنا اليوم قريته بس في الطريق وأنا جاية. من كيد الرجال، بس كتبت مقطع مو شعر، بس كتبت مقطع، بس أنا كاتب شعر عفوك اللهم ربي ذكوري لا يجيد الرجولة. من له سؤال، من له شيء يستطيع أن يسأل الشاعر. والله أنا بدي أقول لها مشان كتابك الأول نحب نهنيك ونبارك لك من صدور ديوانك الأول، فخورين إنه بتواجدك معنا هاي ثاني مرة. جدا شيء رائع، وآخر قصيدة أنت هلا ألقيتيها جدا رائعة جدا رائعة. أنا مع العلم أنا بكل بيعرف ضد المرأة، ماني مع المرأة، لكن أنا هلا ضد الرجل. أنا كمان ضد المرأة، لا أنا ضد المرأة والأستاذ ريبر بيعرف إنه أنا كثير عنيد من هالناحية، لأنه الغربة وهاجرنا، حتى الرجولة فقدت معناها بهالبلد، الرجولة فقدت معناها، والمرأة نسيت إنه هي مرأة. لأن الرجل تخلى عن مهمته، أكيد رح تحملها الرجل تحول لذكر بس لو ليس برجل، والمرأة تحولت لرجل غصبا عنها، لأن فشلت المهمة اللي تخلى عنها الرجل. وحنضل في الحرب هذه اللي ما لها نهاية. بابا روجين كانت تشتكي بيجي. والله تشتكي مش عربي عنين، كل ناخذ معلمين. مبروك إن شاء الله على عملك الأولاني. أنا ارتحت لها أكثر من الثاني. أنا حسيت الثاني مكتوب على نمط المحمود الدرويش، على نمط الثاني هيك على نمطه، بس أولاني كان أوزان جيد يعني. باعتبار أول كتاب أول ديوان شعر كمان يعني له. مبروك، نتمنى لك توفيق ونجاح إن شاء الله في المستقبل. تشتكي خازي بيجي؟ أول ديوان؟ تشتكي كلام كات تشتكي خازي بيجي جويرة؟ الله يعطيك العافية. شكرا لأدائك وشعر جميل وكلمات جميلة، ونتمنى لك التوفيق والنجاح دائم مستمر. بارك الله فيكم، متشكرة كثير على حضوركم وعلى استماعكم إلي، وأتمنى لكم كمان توفيق إن شاء الله. كلمة أخيرة حابة توجهيها قبل ما نختم الحوار معك؟ أنا أشكر المنتدى الثقافي بكل أطرافه. أول شيء المؤسسين، ولو أن أنا منهم مو مشكلة، بس أشكر الأخ ريبر لأنه دائما مواظب على يعني تنظيم مبادرات ثقافية هيك، وأشكر الحضور الكريم، ممتنة كثيرا لحضوركم وكلماتكم الطيبة، وميرسي. شكرا. أشكر الشاعرة هند فاركو على إمتاعها لنا من خلال قصيدتيها اللتين قرأتهما لنا. أمينها أمي هرن واركيدن بما قريدايا راستي من هالبسوانا كرد نزهد سيدو من لمارترن بيوانديا جيواكي من شوباند بو من ديت كو جنكا دلخازي كو تشتكينو بآفرينا ومخواست إيرو ببا ميوان ذينا بنده مخواست كو أم جنيزك واوي ناس بكن وبشوبينن وهالبستي ويجي قهدار بكن
و البته وەک hûn dizanin yani navbenda me tevî ku kes alîkariyan piştgirî jê re nake hemû kedin yên me wek me ne yên em bêjin ji dûr ji gelek deverên dûr tên tenê ji bo xatirê bêjin ku va mûmek vêketî heye nav vê tariyê da nav vê paşguhkirinê da bi rastî em dixwazin ew mûma tevî ku çiqas rehniyê wê jî newisa bi şewq be jî em dixwazin ew mûma hewl bidin vêketî bimîne em dixwazin bajarekî wek Düsseldorf paytexta vê eyaletê em naxwazin valabûnek rewşenbîrî Kurdî li vê derê çêbibe ez hewl didim qasê ji min tê bi alîkariya hunermend Humran Ezîz û bavê ciwan û kesên camêr yên tên vê derê mehmeh em dixwazin bi hevdûra çalakiyên rewşenbîrî azad ji qêmasî û seqetbûnên demên berê fayde bibînin sûdê wergirin û hewl bidin tiştekî pêş nifşin nû deynin ez naxwazim dirêj bikim ez tenê ez ê ji wara pêşwaziya helbestvana Kurd Nizhet Sîdo dikim ku bê kêlek min ku em hinekî wê ji nêzik va bişûpînin wê nas bikin û wê guhdar bikin derdora hêvîne em dimeke xweşî derbas bikin xêr hatî helbestvana Kurd Bin askerim Diyaraman Diyaraman bi rastî em hevalin jî yani em hevdû nas dikin ji nêzik va em car car ev hevra diaxivin û helbestê wê jî timî ez dibînim ew jî helbestê min jî dibîne ez pêşî dixwazim tu gotinekî pêşî bêjî xwe naskirin bidî Xêr hatine işte. te kengî dest bi helbestê kir û çima helbest Sesler elbette. و گیش بخیر هاتنه سرسرا سرچعبا هاتنه ام پیبینه شبیه که خوش بابدو درواز کن و دلی و کیفیتی خینه دی و انشالله ام نقول هاتنا وكي باوبن ومش مراسي سأترجم بوجهنا الشاعرة نزهة سيدو تتمنى أن تقضي وقتا جيدا معنا وسؤالي كان إليها لماذا اخترت الشعر دون سواه؟ كلام افتشتكي جبري دكي باب جيدها بس تزعل بيجنا كردي ولا تشلوه مخدنا خو تمام نكر وأز حبي زوزة وجيب جبل فيكي أز بزارو كان مشغول بوم مالي وتزعل بيا بشلون بيركي ما يكردا وبشتي من الكتر غريبية بيتر أشجعي مسري تشتي هم كان فوق كرشة بشتي دوري جاخو كتم جام دمر ولا تم داعش هجوم كير ملتي ما قشت هاروالي بوسربان حدودا قشات وقشتين في تشتي قشي تأثير لمكر وكيفية تجي وقتي داعش قدار سر داعش يكرن تبع جاري مثل حسكي كيف عم يجي وجار بيتي هاد يسمع بس نفسانن كيفية نفسين حزنية نفسين رجالك إجبنا قلت عمودي هذا بيجي حسكي شو الزواج من حسكي يعني هم بيجي تقول حسكي زوجي اللي تخاز زكماك خارج عمودي أجندي الحبشي العمودي حياة صفا بين جامل بين صالة من الحبشي هون جي في العمودي قالك باشا برتوكي خا بزمان عربي شاركر تبيشي بزمان عربي نبي عربي بدايات الشاعرة أيضا باللغة العربية فيما بعد ذهبت للكتابة بلغتها الأم تنقلت بين مدينتين مدينتها الأم عمودة وهي تقع في شمال سوريا غرب كردستان والحسكة كون زوجها من مدينة الحسكة بلي قرب باشا نابي برتوكيتي بعربي شيء نابي متاهات الغربة متاهات الغربة نفس متاهات الغربة وأوجاع مختلفة يعني هناك قضية واحدة يعني تفتكرك هيك غربتي كوشبري دبيجن دجوري كوشبري مونها كوشبريا مروف دواليتا وكوشبريا مروف ترفاي وليد قالوا تكي جان كوشبريه دجوارتر سرخوا دبيني هر دو کوچبری لیک کوچبری هندره ولی زحمت ترش در وایوه
شلو بوجبرياز زكية ولد وقتي جمرو بين ولاتي مرو الشر السلبي وترس ومرو بندست معمر أم بندست من ولاتي خود بلي شريتوني جا مين بندست عليه بيكي بندست بون قال لك جي نافي وان تنبو نافي شقوسي أو إنسان شاطر بازاروكي وان خد بالك مدرسة هذه بس بندست نافي وان تنب كتم بون بلي ليش تي في شاري الحمد لله يعني ديس تجي بيش كدنك باش من ونجي مكتوم بون ونجي مكتوم نعم بس برضو هبون إيه وانا سكت بس مامي ما نزكي ما بس أم إيه ما هبون إيه واتنا بلي بس جاب بشتي ذركها ترجي هين زحمة تربو ولا ما هين جيران تربو غريبي برزورة دمالبات ودا كس نویسکار هبون يعني كس وصا بيتر خدي أهل كينا عارفة كيما جيتو بحمد شيخو أو قلت الشعر حسيت بلي قل لك يدخل ولو كي أبي من متكامنة أوجي سليمان شيخ الشيخ أوجي نفسينا أجدر أو موسيقى قناة رونا هاي استيرته الشيخ لا أبي من أوجي بلي بنرينا تا از نپرسه گشتر بکن پارتین مین کردیان ریخستن مین کردی بنرينا تا جنه بکار آنین لی پیشگیری دانه جنه أنا تحد وقتي أحادي أنا هذا جنامة بيشكتي دشرت عادي بس بي إسلامي راسي مرو بيجي أنا قلت يجي بيشكتي يجي بالبريد تبحثا آلیه کی دکی یعنی آلیین پارتین ما یعنی ریخستن ما پیشگیری ددن تفکرن روشنبیری لی بهتر گرینگیه ددن سیاسته بنرينا تا يعني توقت شوبيني والله حربني يعني تجوان رازي يعني جوان رازي شنو بيرك ما أنا كد دبي دم هندي علي زلام بله بي زلام رأي أم دوين واج آلية الشر آلية سياسة آلية سياسة دي بخدي نولو زيادة هنجي أبتدي بله وآلية روشنبري واج بل كنت بشتي هاتي ألمانيا يعني تشاوا جهدان جبو جنا كرد تديد خرطة قلسة تشاوا أنا بشتي هاتي مرتبي بشتي ذكرتي إجت معاناة خود الفرد دخيني بشتي الولد زحمة والفرد كاره دخيني شو مال وداري الولد نها درخستن قالوا فديبون هابو لي ترس هابو مروف نكاربو تشتن خا أشكره بيجي ترجي هابو فديبون جي هابو وجنا كرد مالي تنيبو زارو ومالو يعني وضعي نوك يجدر جبطالي جنا شار دوارة دي مري شبكي هم أزيق جي أز نخشي مهنة بسرقوا عملي كذا سلامتي بيشون أز نقارن هذا دوامات كاري بكم ورثات شار دوارة شبكم شكارين برا كل ساعتك أزراجم سبرا خب قلم أخوتين قلب باشا بابي رامان جي جبرتو قلتي آلي كاريام پر باشا ام سپاسیا ویش دکه سپاسیا هر کردکی یان هر میرکی پیشگیریا جنه دکه تا پیش کرده یعنی پیش کردنا جنیش پیش کردنا زلاما و برای داد گوتنه که جهد بجهد پاش چه میرکی گوره جنه کن اما اینها دتی که بنواره هر بسته تا چیش مرا حاضر که ایش مرا بخوینی سر ولات سر تشتی تو تخوازی سر بسته هم تخوازی تشتی سر ولاتي بيجم بله ولاتي من أزمة أمجيوين لفي دنيا بيها أمسيوين نكاريبو مجد دور بمتجاري ليفا إيرو جد دور بميقجاري جبيرناكم تنورا دايكا أخوة دما تشتا هبيو تاتاني برخوة تباكر من ورم مالي غزالي وإيبار بس ورم مالي متم دليس أزوجين وجوانا هفالي من أول بتين جيرانا ولا تيخوش بيرناكم تجاري أنا بربم دجيم بهستخواري أنا بربم دجيم بهستخواري بله نها ام بیجن کسی خواست هلبسته تا بکه ستران يعني بیجن تکلیه تا نرمن دارا هیا خواهدن نکیش مرا بحث های بکیه بری تو در باسی هلبسته کده دوی هلبسته يجمر أول شيء شكرا ويكم ماموست بابي دلو بله محمد فرمان بله وهلبسته مديد بنابي بدنجي خوش مربوط وجمرشان
ستران وقت ستران كل وقت قصيداكي وان سيدا وخشكل بلكي يعني او بخا بدنجي خوش بدنجي خاخا از بحث دكمكو هل بس انتي كوبونا ستران تشتكي مصاهي ما أرض شير خلو بله أو لكردستان عراقية أو يجمل مخص كسران حاليا من نشر عندي هذه وما مدني جميل ويك مخصتية ويك كريم هوزان اللي أوجد كيس فرشن زال المهم بابا جراي ويجي يك مخصتية وخديك يجي یک دیوان هم چه دیگر یکی ازدی او جی ما مستقی دنگی پرخوش نبی فرهاده ویجی یکام جی خستی و مدعی دیش و مزانی بوده بیده و بوده ما بده. شما تا پیشی بری خدا اشوانگد ویجی او جی مروی زاوی من او جی في السعودية دواجينا او يجي يجي مخص او سر كتكا خم قلت بوشيدان عامل كتكا من السعودية بله اما في السعودية نها لشما پیشی بری خدا زمان عربی متى هات الغربة إما زماني مسوي بعربي عربي. فهمت ومن ما خدنا خدش بعربي بر وشغل يجي أمدرنت كتن أم دولة زمان تشتغلني أيضا يروزي مده درم دكتور حشيته ومحيا مش معي يعني يروزي والله والله حتى ما شو عيدا يروزي ما دروا الأستاذ فكر ما خدنا خوش دكتور والله شنو عربي داش ما نها هل بس كذا بخونه أسكبوكك سبينة أسكبوكك سبينة هجار وبيخدينة هروجي لجيكيمة أزبيوار وبيجيمة لا زمانا دفرم لولا تادقرم نكارم بهيورم ندكارم بقرم سلطان بن سنبلي من قرقرم بلبلي من آقر بردان دلي من بخشق لسرملي من إلو أسبنا برم دي باسكم دي برم أزوكي كلام برم تبربير أزرم تبربير أزرم قالك باشا هل بس تا خوش براستي ووصا كرتن جي چما وصا هل بس تا كرتن چما تحج يدريج ناكي ما وصل البستيوي زين داخلك أري كرم البستيوي غنائي البستي غنائي البستي غنائي نوك هالبستا قلت قابك لسان مساحكي جمهورك الممزنات البستي غنائي كرتن هذا بدي ورث هداية التريج أو شخور لحين اللي بري بالميسين دباكو بس أو هالبستا عول تكارد وبارا بك هالبستا عول يكتبوا ولاتي من أزود أمجيوين يدي بيجي وحيد أو لم يخرجنك هذا مرة أم حمي خلقي هذا قلنا لازم نفدي بكون ولاتي من أزود أمجيوين لبي دنيا بيها بدو أمسيوين نكاري بوم جتا دور بم تجاري ليفا إيرو جتا دور بم يكجاري جبيرناكم تنورا دايك أخوة دما تشتا هبير داتاني برخوة تباكر من ور مالي غزالي بوي إيبار بس دي ور مالي متم دليست أزوجين وجوانا هبالي من أون كتن جيرانا ولا تيخوش بيرناكم تجاري أنا بربوم دلجين بهستخاري خوشن هم هل بس كذا نجيب الجماعة هل بس تا خوشن وصلت عليك تشكي دي بيجي داي كاسك يا نعم وابتدت أو جهة ماندا ستراند بيجي كيف بنو يدي داوي الخريج جبوك حاول تكتبي يا بابي رنا مدير أعمالي نعم ما أنا أو فيك صار داعمي مرو بدع يعني دعمة مكتي أزفاز مكتي كم مرة يعني زيك أبيني ولا هيك يعني أنا قالك عشان تستير فوري تشغل الشعتاري دايما تقولي بهاري هردو برهن تدشورن وريت وجي نابورن وكي دباسكي تلورن مسكو عم برجي دفورن أوري نرمو دلوبان تبدد نهستي مروبان كار غزالة شاغو دشتان روكي فرشتان قوتني شيرين جليبا تيجي دي ما به نصيبا
روج رنگی هیوا چارده تردرو که پریزاده هیوا چارده یا گروور سپی بوزی و کمرمر یان جوی انیات تیدر یان جوی روکی گروور یان جوی روکی گروور جيد تبي سيداي جزيرة خلنا أبين هذا برستيجي بك گهدار تتشي بيتر تتشي أميجن تتشي برتوك خاندن بري أو آليكاري قلق ترى كرن هيش تنت خورتي هالبستي بيس يعني كاري من بشتي بعربي البس ياخذ نفسان ما مستعمل الشيكراوي قال لك تكم وبشتكيان قلت شمات البس عربي طبعا إيماني عربي جي تقريبا تلقيت خوان تقول تبقي كل ما جيت نفسي صار المعاناة تحمل شيء ما كردي بس عربي تتشي يجي على كردي حاضر عربي حاضر مرهن القلب باشا من ها عربي يجي شو خاطري هند أمي اسمع عربي هناك أهلا وسهلا يا جماعة مستعمرات نبو والله يعني بهدور داري دبو وتشمات هالبس هناك كردي ودور لاي أبي مش أجدر شيء وتشمات حيفا بان هالبس ده وتكردج كردي بنفسي والله اشتغل جايز فكرين بخبراني وقديهم بهم مني ما مش ما مستعمران وما مست بعدين بس تبي كردي ايه دم قال لي بري مصطفى انا كردي فرنسي وانجليزي ما شو يو حروف انا والله تبي دم جمر شاندن وناس بركرن وجا جاريد ومدني فسان محادثتي أزبون محادثة كي خرج مها محادثة وأنا بيتشبكي من وزلوم من تباراي إيش بكردي مدنيسة تشتغل غلط هبا تقولنا تشتغل غلط بفكر شو ديني ودي ويش تأسفيري كردي بمقلك سباسياوي كردي أنا هلبست أنتي عربي بطاطا عربي كلام صدقني فنان عربي بس من جد حبيبتي يعني مع عفرين ميداني كلام عفرين يا جنة الروح ويا نبض العاشقين يا عروسة المدائن ويا سحر الناظرين جميلة أميرة أنت قمر وياسمين أنت ربيع قلبنا أنت الحب وأنت الحنين اشتقت لليالي السمر في ربوعك الجميلة عندما كنت أشم عطر الزيتون والتين على أنغام هور الحزين وعفرين هاتو خمو خشة لعدنان دلبرين عفرين يا ضحكة الأطفال في الحدائق والبساتين حين يمد كفيه لأمه يطلب الدفء والحنين يطلب الدفء والحنان كالجنين أنا منك أميرتي وأنت مني يا عفرين ولي في روضك جذور ممتدة في عمق التاريخ لا تلين وطني أرض الجدود وقلعة الصامدين وفي سماؤك أنجم وقمر وطيور مهاجرة تغني مع الراحلين وطني يا نبض الوجود ويا أمل الملايين. خوش هالبساطة ثانية زمان عربي لا عربي كوب هناك بالدين بعربي بكون أنا المولودة فوق شفاه الذهب أنا الرحيق في قلب المياسم أنا المها أنا الطير المزركش أنا الغزالة أنا الحلم الجميل في رحم المنام وأنا البكاء في زمن الفرح وأنا الربيع الذابل الحزين الذي قد جف غصنه قبل أن يأتي الأوان وأنا ذاك المطر المنزل فوق مرتفعات الجبال أنا العيون التي لم يزرها الفرح يوما أنا مدينة الآلام ودولة الأحزان من يخبر الأفراح أنني هنا من سنين أنتظرها أخبرها أنني هنا فقد طال انتظاري فأي شيء عني قد أخرها فهل يا ترى فرح الفؤاد محال في القلب صرخة مكتومة لو أطلقتها لاهتزت من الوجع الجبال رحماك يا ربي بقلب قد مسه الضر رحماك يا ربي من كسرة الأحزان. صافي خليت ما دوري خمجينيان خير وتجي دور خم وكسران خير راست شيء بيوسته ده هالبسدان يعني ليك وان بيجن هالبسوان شو ما بيتم يداري وصا خمجينية يعني وكو خمجيني
سیر به دنیای ما وقت چاوا آف سیر به عرده ربك جي عرده سیر به آف خمگینی جی با يعني بوست هری مزن دجیانه داره جي ربك شاهیه اف جي برياوه مروف برياوه خمگینیه مروف کاره بنویسه مروف کاره شواکاریه بکه مروف کاره هنرمندیه بکه یعنی بریا گر نه اف خمگینیا با نه اف ایشا با مروف نکاره چهی با آفرینه آفراندن شاهیه نیکن بهترش خمگینیه و جي ايش مروف تشتان دا آفرینه حتی گوتن الحاجه ام الاخترام و حاجه چیه پیوستی دایک آفراندنه يعني كانت بيوستي وبيدري نبى مروف نقاله تبقى مروف نا آگر نا راستي آگر ويواره نا راستي آفراندن نو واره همه تش بپیدیری و به ایش وگره دایم زور سپاس جبوتا و تپرسن وهنا هم خازن جي بكن بري ام دست بموزيكا بكن خواستم بپرسم بجی كلام تشتكي تبقى بيني جمر بقولها و شعرك تبقى بيني بقولها اشتكي ابيني ليش ابين دارم مامسا الأب أزوده بله أبو حوار جمرقو تشاهية تو أزمانك ساهية تو پرتو وروناهية من جيان لقلت ديه جبونا من تفرشت تقردون كريه بهشت دل بأذينا تمشت جمرت وحموتشت تو بخشاكي برهشيني بصربلا تزنجيني تو جياني تو همجيني جيهانا من دخمليني من جيرقوت تبلبلي تشيريني لبردلي دلي من بيتك عافلي يتناتج الجافر كله بودلي من تهيفي تو أفينا بيشية دلي من تني تدية أفينا من ياداوية وجينا من تستوني تو جيهان تو قردوني تو خشيو خشك بوني تو خشيو خشك بوني تو بهاري دهبوني تو بهاري دهبوني ام بداوی سپاسیا هاتنا هلوسوانا هیجا نزهت سیدو دکن کوهیرو هات و میوان من و میوان ناوند آمد دسولوف و میوان برنامه زانیار جبر کو او بشکی جوه جبروپی و برنامه مدیش من بردوام بری زوم من گلک برنامه چیکر لیش جبروپی و چالاکین ما هم هف پیوین بن هم جوه بشتابونه او با یعنی گر کو میوان نو انجیجی او میوان کجدور واته دیسا جیجی ام بجن خمه میوانان و خمه هجمار میوانن کو بین و نکه بیتر جبر و هف پیوین بیتو ما کرن بویرا و هف پیوینا و پیشرا به مونتاج کرن و بلاف کرن و شف بیرکن مجبور به و هم وی آوی بن او هف پیوینان بن و دبجی کو دمن پیش ام وقت استودیو کی کام آماده کر امی کار خارجی بویرنگی بکن يعني ما بين بلانه داخست جبو في حال بيجن اف جه جمرا دم پیش نمینه ام کاری خواب بکن دواره حفیبینا زور سپاس جاره کردن امی ری بدن هر دو هنرمندن خواهی دلال ما هنرمند عمران عزیز هنرمند داود خلیل که هر دو مقارن بین یان خوازن یک با بسترن یان به هفدره هن آمادنه هن آمادنه چاوا حضر کن امی ما مستقر كندا هنرمند داود خليل هنرمندكي رسنة قالك فيديو كليب وي هنا ام تشوفين سر يوتيوب ام بيديني لقناة ارت اف ام راديو ارت اف ام هفبين بيراهات شكرا وهروها للدبرن دنجيجي ونها بيجن آماده بونه كليب النودك ويش مرا بحثي بكي لبيشي و شمرا سترانك بيش بيشك كلام بك ممصر وتبدا بخير وخشي هاتنا ان شاء الله لك سباس جبو هردو شعار من ديد ما جعلوان ماجد كن قوتني خوش كان مقركي براستي قوتني
رسم بون وخوش بون وخوش كمان يعرف جي قلت لي قال لك خوش بون سباسيا ويش كان مجور استرانة كي بيجن سعاد خوش.
سپاس بو هنرمند داوود خلیل. انها از مبه چالاکی امید داوی بکن به گهدار کرنا هنرمند و سیاست مدار هیجا عمران عزیز و کلام بکن پیشی ورا بداره مخاف فرصة كشتا بكم بيت الدس ب كردستان خوابكي چه تكلينا برا سياسات و هنره هيا؟ هنر بشجركا سياسة إيكيدي بسبب صالح. بله. جبركو سياسة مداري ما يجيش يرو درجة بقى هنرمند تقدر تكلمه يعني دنبيش تقدر تكلمه جو بارتيك بيشتا وينجري أو إنسان تنيه. بله. وتدرب بالمقابل جي أو هنرمند أو دنبيش بو صوفية وي بارتيه. جبرت بو صوفية بارتيه جبرتش جبركو ملتي ما نا زمان بري يقدرون بس خضر ويخو استران كي بيجي دنبيش تقدر كيف الجفاطة الجفاطة هنا كاروني بيجي أو تشتي بري شو إيرو بارتي تشتا هنرمند كي نجري أو هنرمند تني أم راسية بيجي ومخابن بارتي ماجي مخابن از ديفيجن نما بهوريا ما بتو بارتي ما جيش بني وقت بتك هبود ود مروك كولي ريبري ملتي خبر بير جرينجي بير زحمته جا ام سازا خا ياجي ستراني خطيخ خدمتها انسان ده تي خدمتها ورات باريزيه ده تي خدمتها كردستاني ده خدمتها ديروكي ده جيت خوشه اما جيت سازا او طنبوره مكت خدمتها انسان كده انا خو استنى يعني بنارين اتاكو ين دناف بارتيان دا كاري كي دكيد كاري ويد كذا خدمتها كسان نا كذا خدمتها قل ناس بحورم بله. از بحورم هيفية دا كاري سيفيل دا هيا؟ فر بله. انا امتين فيدا روبنين ام جانا تشارك كسن بيش كسن ام حتى جو استني بين فر وإيرو رجع جفينا ميل فر هي از تانا خبيم الفرونم از بهورم از بشيء خصد انساني بيجو كسبه شما جبركو استن جبس كاركتيركم اجبو رمانك جدا جو هدفك استن فر او زمان جمر نفرز صد انسان بي او نيه چهار انسان هات مو هدار كر خوشه ما نخوز انا بله. شبر تو دبینی کو پیوندین جیواکی یعنی شوین پیوندی جیواکی معنی بین وسایل تواصل اجتماعی رو قارب رو لکی بلیستای کو قارب دنگ هر مروه که آزاد یعنی هنرمنده که آزاد بگینه همون ملت به حسانی بکو پیوستی وی به پیشگیری پارتیان هبه او بروبليم كل ما زني إيرام دبينين قالت كنا المند ما هن بنهضارن بله. وسازفان ما هن جو جزار كه خد كاري سازي كرنا كش ما نصنع كذا وهن جدو هاتنا عشتنا ساز أخبار دار كان ستران قوتن آنين جفر قوتن دان هدو چار قوتن دان هدو ستران تشكر وتدنر فلان ناف ناكن هي دار أول سنة دنرينا واد وهو دنيا خراب ودندري وسائل التواصل دندري بس أو بخد تشكيبتنا تكاري بيتنا ترصيدي بيتنا تشكيبتنا يعني أو هنرمند قبل جماعة كروني منك رايش صازة خا وسترانا كريحينه هوار ما لسر مال برا بفالا وتري فالا يا بايا تشتي مهم أو صازفان أو هنرمند وتشكيب هذا كلك مي هذا بله. أو هنرمند وكلك ميتنبه نه هنرمند إمز بايا بحورم كلك ميتنبه تشتي بخاص بويتنبن بريفات إيمينا خاص بينابه أو إنسان تنيه أزبار إنسان تنيه اما اینها ببیسن بس كامل دقيقة مستشارة كان ما عدنا بشغل تشكي آره حد تمام تقول خسيكو بارتي نت بشاي نابي تشتغل نديم نرى ندرس يعني جبر بارتي كوكاسك يا باكن صار عافية باكن سر عفوا عافية باكن بنجهم بنجها نو بس كسيكو كذا كيا باقش هم كسك يا خدمتها بيش رجل أو نافي للجهل من مثال جل أبقى فلسفي أوروبا فناني وأنا أبي بيسكايرا مصر بكش وأنا أمريكا بس تأثيرها كذا كان مو كناحية الفكرية ناحية فلسفية ناحية فكرية ناحية مثلا قال لك الشيء أدبي بس كلام أعتقد
ادبي جبت انتاجك وكان قاعد يرسم او كان واجد كي نحزم بشيء من حزب بلا صوت جايين داودي هاي بقى لازم بديك شو فكره إيلون ذي أم خو أباب نقول شاندا أوروبي نقول جبت والبيشروجي زاروكي خو نكان كوري ما كان بيه الشاشة أذكر بعرف خو بشاشة جبت إلو ميجيم قبولناكي كوري نكان ميجيم بيخد بيدريلا ذي هكذا خو أبابكي نقول جباكا فيدري نقول شاندا فير حتى النحيا هاد بس يجي هاد بس بزعيف از نبي يعني والله مهارب ونام فقير والله شو ذا شو شو قيده صار دي افهم بس شيء زار كيما اللي كان بعد بس عقيل زار كيما اللي كان بيست بيجي جبرت مع اوروبي نمقوله كانوا داينا نمقوله اسكرم جوابي بدم كرمك اسمع ودكم ما مستوى بابي روجي بابي علي بلكي تخشك توجي فعلا كر بيتشو او يجو هنرمند بارتي كارن وي هنرمندي بلنجي بك وكارن وي كسيجي يعني كتب يعني ابدا قد جير ناف تنهي قصدا بابي علي ابدا نقول باشا وقتيكم جو كداوي هذه بارتي راكي نراكي كداوي هبت هنا بارتي كاروي بلنجي لا نكاهي البارتي هاي جيني قال هنرمند انا ازكن او هنرواني رسم تنهي بارتيا او بعزماني حفتا خصني او بلنكر كلام وامي بيشي بهدار كن وما خلاص كرم قارن لا الفروج هذا معلومات دوی جمینی رول برچاوین تو پرنزیک وررون البک برمن بچاوه مسلم مزیک چرا دوی جمینی رول برچاوین تو پرنزیک وررون البک برمن بچاوه مسلم مزیک گلو ما قدو زنجیره دبردن کار راه جو سرچیاد بازم بازافتن دخوازم سرچیاد بازم بازافتن دخوازم نجربانه چم خلاد مسد گم باخراد دب برخن جوشیر بجمرون چند وزیر وک صدای جگر فین دکن هوار و خیرید درد برخن جوشیر الجمرون چند وزیر وك سيداي جقفين ذك الهوار طبعا الاخت هند موجوده معنا وشعارتنا الكبيره بيشرفني انه هالمره بدي اغني اغنيه باللغه العربيه لانه حضورك مشرف لنا بكل دقيقه. لو الليل يحكي سرا كنت
أشواق ومعاني كنت أغني لك أغاني كلها أشواق ومعاني كلمة منك كلمة مني كلمة منك كلمة مني بس عيني مشدودة لدربكم أني والله ما انسى حبكم عيني مشدودة لدربكم أني والله ما انسى حبكم كلمة منك كلمة مني كلمة منك كلمة مني بس ساعات خوش عاشق اشتغل وسپاس بۆ هاتنەوەتەدا از بداویا به شبکه سپاسیا هاتنا ودكم سپاسیا همو میوان دكم كهيرو هاتن اشكر مجيئكم وحضوركم ونلتقيكم في فعالية أخرى للشهر القادم. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير.